السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. رجعت لكم تاني فيديو جديد، يا رب يعجبكم. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد انزله. اول حاجة كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا كده نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله. زي ما وريت لكم كده في الاول، انا كان عندي كده البراويز دي كنت حطاها، كنت جايباها كده لسه، كنت حطاها يعني بره، في واحد واقع منهم لان ما كنت يعني اللزق طلع منه، فانا سايباه كده. ان شاء الله هلزقه كده برضو عشان يبقى ايه. قوليلي كده رايكم يعني ايه في الشكل بتاعه كده. وزي ما وريت لكم كده، شايفين اوضه النوم متروقه ومتنضفه خالص، ما فيهاش حاجه اهي. زي ما وريت لكم كده الفيديو اللي فات، هي كانت نظيفه ما فيهاش اي حاجه. وطبعا الدفايه وكل حاجه كنت لسه فرشاها، فكله نضيف. وعندي برضو هنا اوضه الركنه كانت نضيفه خالص برضو ما فيهاش اي حاجه. فانا مش هعمل فيها حاجه ولا هعمل في اوضه النوم اي حاجه. هو كل الشغل النهارده هيبقى في المطبخ. كمان عشان عندي غسيل عايزه اغسله كده. ف هنغسل بقى يعني وكده. انتوا عارفين يعني من ساعه بقى ما جيت الشقه وكده، فعلى طول بقى بغسل اي حبه صغيرين كده، بجمعهم حتى لو هيعملوا ملوه واحده في الغساله، بجمعهم واغسلهم على طول. زي ما انتوا شايفين كده المطبخ متكركب اهو. هنبدا برضو نروقه ونظبطه. بس اول حاجه طبعا هنا انا طلعت المكنسه كده بالكهرباء عشان كان بقالي فتره يعني مكنسش الارض وكده. هبدا بس ان انا اكنس هنا اوضه النوم واظبطها واقفل الشباك. لكن عندي الركنه كنت يعني ايه، كنستها قبل كده بالمكنسه، فالركنه كانت نضيفه خالص ما فيهاش حاجه. هي بس اوضه النوم علشان اغلب الوقت دلوقتي بقينا قاعدين فيها وكده، فهي بقت بتتوسخ على طول. فانا بقى هبدا كده بالمكنسه ان انا اكنسها وانضفها واظبطها، وبعدين ايه اشيله المكنسه. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده، انا كنت كنستها بوريكم كده الفرق. يعني انا عارفه ان هو مش بيبقى باين لكم قوي يعني إن الفرق ان انا كنست من قبله، بس على فكره والله العظيم هو بيبقى فيه حاجات كده في الارض مش باينه. طبعا المكنسه بالكهرباء بتشفط كل الحاجات دي، بتخلي السجاده نظيفه خالص. انا هنا بقى بعد ما خلصت، طبعا زي ما انتم كنتوا شايفين كنت فاتحه الشباك والشمس كانت داخله على السرير وكده، فقلت بقى ايه اقفل الشباك، لان انا بعد ما بخلص تنفيض الاوضه وكده وبكنسها بقفل على طول الشباك علشان التراب وكده. زي ما انتوا عارفين احنا في الشتاء برضو، فبيبقى فيه هوا وفيه تراب وكده. فانا كل يوم بفتح كده اهوي الاوضه، اخلي الشمس تدخل شويه على السرير، وبعدين بقفلها على طول علشان ايه، الجو ما يبقاش ساقع وكده، لان كل ما الوقت بيعدي الدنيا بقى بتبقى ساقعه وكده، فبقفل على طول يعني، والجو شمس ودافي كده عشان الاوضه تفضل دافيه. هنا بقى بص منظر الاوضه كانت نظيفه خالص ازاي، ما فيهاش اي حاجه. فضلش بس غير ان انا بقى اقفلها واعطرها زي ما انتوا عارفين الروتين اللي احنا كنا بنعمله على طول. هنا بقى خلاص خلصت، هشيل برضو المكنسة دي على جنب لان انا خلاص مش هستخدمها تاني. بصوا بقى هنا دخلت كده على المطبخ. شايفين بقى المطبخ هنا بعد ما خلصت يعني وظبطته شوية. طبعا هعمل الاكل، حضرت الحاجات بتاعتي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، كنت هعمل الرز، حطيت الحلة وحطيت فيها الزيت، بس كنت مستنية يعني لما الزيت يسخن شوية عشان احط الرز عليه، وبعدين ايه ازود له المية والملح وكده. فانا بقى هبدأ ان انا اخلص الاكل بتاعي كله، واظبط الحاجات كلها في المطبخ يعني، وخلص الاكل، وبعدين ايه نشوف هنعمل ايه تاني. عايزه اقول لكم ان انا هنا بقى بعد ما خلصت الاكل وظبطت الدنيا كلها واتغدينا، شايفين بقى المواعين مكان ما اكلنا والرخامه، وشايفين البوتاجاز بقى مكان الطاسه هنا ما قليت فيها، والحله اللي طبخت فيها وكده. فالدنيا باظت خالص في المطبخ. فانا بقى هبدا ان انا اروق المطبخ ده كله واروق رخامه عشان طبعا تبقى نظيفه. بحب دايما يعني الرخامة بتاعتي تبقى نضيفة، وطبعا الحوض يبقى نضيف. وبحب البوتاجاز بعد ما بخلص بمسحه كده برضو، حتى لو انا حاطه عليه ورق فويل او اي حاجة لازم برضو امسحه عشان يفضل نضيف ومتلمع على طول. فانا هعمل كل الحاجات دي زي ما انتم شايفين كده، واظبط المطبخ خالص علشان يبقى نضيف، عشان زي ما قلت لكم ورانا غسيل عايز يتغسل. فهنخلص عشان ندخل بقى على الغسيل. بصوا بقى هنا انا كنت غسلت الاطباق بقى والحلل والحاجات مكان الغدا، مكان ما عملنا الغدا واتغدينا. حطيت فوطين كده، شايفين هنا واحده والناحيه التانية واحده، عشان ايه يعني الاطباق والحاجات تتصفى عليها وبعدين احطها مكانها. فانا هنا كده خلصت اهو زي ما انتوا شايفين. دخلت بقى على الغساله كده علشان اغسل الهدوم. بصوا انا هنا كنت بغسل بقى ومظبطه كده الغساله بتاعتي. انا كده بظبطها وبعمل يعني ايه، بخليها تلف كده عشان تشطف الغسيل، لان انا بشطفه مره واحده، لان الغساله دي عندي بتشطف مرتين، فانا بوقفها وبخليها تلف على مره واحده بس.